هنا بقى بعد ما غسلنا اللحمة، بس غسلة كده خفيفة مش غسلة جامدة يعني عشان ما تنزلش الفايدة بتاعتها كلها، هي تاخد بس شطفة خفيفة كده اهو. ومعانا بقى حبهان ورق لورا وقرفة وبهارات وشوية روزماري، حلو جدا في اللحوم. ومعانا بصلاية، المية غليت هننزل بقى بالبصلاية وباللحمة والتوابل، بس يبقوا ايه يغلوا مع بعض غلوة واحدة كده، التوابل مع بعضها ومنزلين باللحمة على طول. وغطيها بقى بس ما تقفليش الحلة، يعني سيبها في نفس كده تعرف تتنفس منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يعني ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة لسه مشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. زي ما شفت في اول الفيديو حطينا اللحمة تتسلق ونبقى نكمل اكلنا. اللحمة دي انا سلقتها الصبح قبل ما اروح الشغل، عشان طبعا هي تاخد وقت، بحيث ان انا لما ارجع يا دوب اعمل اكل على طول، ما نستناش بقى هي على ما تستوي وكده. فهنا بقى بنحضر الصلصه اللي احنا هنعملها، وبنحضر للرز والحاجه بتاعتنا. انا طلعت كيس صلصه من الفريزر، كنت محضره جاهز يعني، كنت جبت كميه كده من فتره وصلصتها وحطها في الفريزر، فطلعت بقى منهم كيس بتنجز الصراحه. وهنا غسلت الرز وسايباه يتصفى، ومعانا السلطه اللي هنعملها والحله اللي قدامكم دي حطيت فيها معلقه سمنه ومعلقه توم. وهنبدا ان احنا ايه نبدا بقى نعمل الصلصه ونعمل الرز. ومعانا العيش دوت اللي هنقطعه نعمل بالفته. يعني اكله سريعه برضو الصراحه، هي طبعا مكلفه جدا، بس عندك بيبقى غالبا يعني بيكون عندنا لحمه بنعمل بيها الفته، بيبقى تغيير من الطبيخ وكده. معانا بقى الحله دي اللي هعمل فيها رز، فانا هحط لها معلقه سمنه كده، ونولع بقى البوتاجاز على الثوم. الثوم برضو تتحمر كده شويه، مش تتحمر يعني مجمر، بس هي تتشوح ما تغمقهاش. ننزل بقى بالرز بتاعنا. طبعا احنا عارفين رز الفتة بيكون رز ابيض. هنشوح بقى فيه شويه كده، والميه بتاعتنا طبعا غاليه في الكتل. لا يا جماعه معلش، صح، ميه ايه، انا هحط الشوربه. انا نسيت الفيديو ده اصلا بقاله كتير جدا، بقالي كتير جدا عاملاه، داخله في تاني اسبوع ونسيت، يعني مش ناسيه، يعني ما كنتش عارفه انزله. انا هحط لها شوربه، عشان كده انا ولعت عليها تاني عشان تغلي كويس. هنشوح بس شويه كده اهوت، ونحط لها حبه ملح صغيرين، لان الشوربه انا كنت حاطط بقى فيها الملح. احنا برضو مركزين مع التوم عشان ما تحرقش مننا، هي بس الميزه اللي هي كانت مجمده يعني، فايه ده اللي مخلينا بشتغل ومش خايفه عليها. انا بفكها من بعضها كده عشان تتحمر، يعني تدبل كلها في بعضها. طبعا عارفين بقى التومه بتاعت الفته زي بتاعت الكشري بالظبط، يعني تتحمر، يعني تتحمر شويه كده اهوت، ونحط لها الخل على طول. بعد بقى ما شوحنا الرز شويه بشويه ملح صغيرين، هننزل بقى بالشوربه بتاعتنا. خايفه على التومه فسبت الرز ورحت للتومه. عارف ابو بالين مشغول، فاللي هو ايه، يعني ولعتي على اتنين مع بعض، خلي بالك بقى. واللي مش هتعرف طبعا بتتحكم بتشتغل حاجه حاجه. لازم احط التاتش بتاعي، لازم ادوق من المعلقه.
شايفين بقى لونها كده، بقى لونها ايه يعني، مش ذهبي يعني، يا دوب اصفر كده شويه. ننزل بقى بالخل قبل بقى ما تحمر بسرعه بسرعه. ننزل بالخل كده. طبعا ريحه الخل مع الثوم كلنا عارفينها بتعمل قلبان. هعلي بقى عليه عشان يغلي كله بسرعه في بعضه، وموطيه. اول ما يغلي غلوتين كده نوطي بقى عليه عشان يستوي براحته. واللحمه هنا بقول لكم ان هو خلاص كانت استوت، خدت بقى منها الشوربه فايه، قفلت بقى عليها تبرد براحتها. عايز تبرد تبرد، عايز تقعد زي ما تقعد براحتها، اهم حاجه احنا خدنا مصلحتنا منها. نجيب بقى كيس الصلصه اللي احنا عاملينه دوت. بعد ما حمرنا الثوم ونزلنا بالخل، ننزل بالصلصه. هنسيبها بقى براحتها ايه، تفك. قبل ما نمشي بقى من عند البوتاجاز هنتاكد برضو ايه من الرز كده، هنديله تقليبه ونوطي بقى عليه عشان هو يستوي براحته، على ما احنا ايه نشوف هنكمل بقيه اللي احنا بنعمله بقى. طبعا البوتاجاز شايفين عامل ازاي، الرده تأمير العيش دوت بيبهدل الدنيا الصراحه. هنحط عليه كده خالص، نسيبه بقى ايه يستوي براحته كده. كل حاجه بقت جاهزه معانا على البوتاجاز، ننقل بقى على الرخامه ونبدا ان احنا ايه نلم بس كده حوالينا ونعرف نشتغل على الرواقه. المعلقه بقى بتاعت اللي كانت في السمنه دي انا حطيتها في الرز عشان هي كان فيها سمنه الصراحه، وحرام بقى نغسلها على كده يعني. حطيتها في الرز اللي هي السخونيه تنزل السمنه اللي في المعلقه في الرز يعني، نستفاد بيها كده. بقى روقت الدنيا حواليا، مفيش غير بقى العيش والسلطه. فهنبدا ان احنا نفضل ايه نقطع العيش ده كله. انت لو ما عندكيش بقى، لو انت عندك عيش بلدي اللي هو العادي من الفرن دوت، انت بتحطيه في الفرن عادي يتحمص وكده تقومي مقطعاه اتقطعيه. بس انا ما كانش عندي فايه اشتريت بقى متحمص، بس ما كانش ناشف قوي، كان حلو يعني ملبن كده. وسليم طبعا جه نطلي في العيش عشان ياكل. والله مش فاكره كان بيقول ايه. انا فاكره عماله بقى ازعق له انزل انزل، ومفيش انزل دي. انا عمال اقطع العيش وانا متعصبه. بعد الفيديو دوت بقى دخلت في الضغط النفسي العصبي، آه يعني اللي خلاني بقى من بعدها مبقتش انزل فيديوهات اصلا. غالبا نزلت بعديه فيديو واحد بس، اول ما جيت بوشه كده سليم قفلت على طول. قلت هيسخف بقى مش هيرضى يسكت، فاقفل احسن. انا قطعت بقى العيش اللي كان معايا كله، لان احنا عارفين في الاخر اول ما تحط عليه الشوربه بيدبل خالص ويقل كده. نعمل بقى حبه سلطه صغيرين مش هنكتر عشان ما تتبقاش. كنت قطعتها بقى يعني نضفتها كده وغسلتها. بقطع الخيار الاول عشان يبقى من تحت وبعدين القوطه، عشان خاطر ايه لو ما كناش كلنا على طول يعني القوطه ما تبقاش هي اللي تحت تتهري.
القوط اصلا انا اصلا بحب اقطعها كبيره، بس حاولت اصغرها شويه عشان العيال بياكلوا منها بقى، والحته الكبيره كانت بتضايقهم، فحاولت قد ما اقدر ان انا اصغرها لهم، مع ان انا بحبها الصغيره خالص. ما كانش عندي بقى غير القوطه والخيار والبصل اللي كان متاح بقى دلوقتي. طبعا انت بقى لو عندنا جرجير، عندنا كابوتش، خس، بقدونس برضو بيبقى حلو اوي في السلطه، أو ممكن نحط ورد عادي. برضو البصلة كل واحد بيقطعها زي ما هو عايز يعني. طبعا كلنا عارفين احلى حاجه في السلطه الليمون والخل. ما كنتش بحط الليمون اصلا، كنت بحط خل بس. بس كلتها عند حد بالليمون عجبتني قوي، ومن ساعتها وانا بقيت احط عليها ليمون لما بيكون متاح، برضو لو مش متاح بحط خل وخلاص. احط بقى حبه ملح صغيرين كده وحبه كمون طبعا. وحبه شطه عشان ما كانش عندنا فلفل حراق، بس حبه صغيره عشان خاطر برضو ايه، العيال لو كلوا منها ان شاء الله متبقاش حرقه عليهم. حطينا حبه خل. انا بقى بحط لها حبه ميه كده عشان ايه، يبقى فيها ميه السلطه دي عارفينها. اديتها بقى تقليبه، لان احنا ايه وقتها قالوا عن احنا جعانين يعني مش هنستنى، احنا كنا المفروض نستنى شويه عشان اخويا كان هيجي يتغدى، فلما قالوا بقى خلاص مش قادرين يصبروا، ف قلبتها وقلنا بقى نتغدى على طول. خدنا بقى ايه العيش كده اهو، الرز كان استوى، وهنا الصلصه برضو كانت اتفكت بقى خلاص كلها ببعضها وبتغلي، فعايزين نحط لها بقى الحبشتكنات بتاعتها. نحط لها بس معلقتين صلصه كده تحمرها شويه. نحط لها بقى شويه ملح وشويه فلفل اسود وماجي بس، مش بحط لها اكتر من كده. طبعا العيش دوت، العلبة بتاعت الماجي بقت ب30 جنيه دلوقتي، وفي ناس كتير مش بتقدر تستغنى عنها في الاكل، وانا برضو من ضمن الناس الصراحة. يعني بحس ان هي بتودي الاكل في حتة تانية، بتغير طعمه، مش عارفة ازاي، بس في ناس كتير ما بتعملهاش وبرضو بتاكل اكل من عندها كويس جدا. سبحان الله، اللي اتعود بقى على حاجة بيفضل ماشي عليها على طول. يعني تقريبا بقى كان الرز استوى خلاص، نشيله بقى ونحط مكانه العيش. اوقات كده لما الواحد بيكون مزاجه رايق بيقوم حاطط بقى على العيش دوت معلقه توم والسمنه، ويشوح كله في بعضه كده ويديله تحميصه تانية على البوتاجاز يعني. بس انا ما كانش في مزاج خالص اصلا، كنت بعمل اكل وانا متضرره، فحطيت سمنه بس كده وشوحت شويه العيش بالسمنه وخلاص، ما حطيتش بقى توم.
الفتة اللي تحط عليها الرز دي، فتة اللحمة يعني. بحب العيش بتاعها يكون طري، مش زي فتة العدس. فتة العدس انا بقطع العيش واحط عليه الفتة زي ما هي، يعني العدس زي ما هو، بتبقى بتتندغ كده شوية او مثلا مقرمشة سنة، بس بيبقى اصلا العدس سايق يعني خفيف شرب. لكن الرز طري وعيش ناشف، انا بشوف ناس كتير بتعمل كده، ما بعرفش خالص ادمجهم مع بعض، يعني بحس الناشف مع طري بيضايقني. لكن لما يكون الاتنين متساويين في نفس يعني الاكله والندغه كده بتبقى حلوه. نزلت بقى عليها بشويه الشوربه، بقول لكم هنا الريحه. نحط بقى معلقتين صلصه، تحمر برضو العيش شويه. خليه بس كله في بعض عشان كله يطرى مع بعض مره واحده، ما تبقاش في حته وحته. انا كل ده مش هجيب فوطه امسك بيها، عماله عايزه امسكها ومش عارفه امسكها ازاي. طب ما اجيب قماشه امسك بيها. هنا بقى خدت منهم حبه، اللي هو ايه الطبق اللي انا هشيله لاخويا من بره على جنب كده، عشان الباقي هو اللي هحط عليه الرز. هحط بقى الرز كله، هسيب بس على قد الطبق اللي انا ايه هغرفه. هنا كانوا شايفين الرز تحت كانت لسعة مني، معرفش ليه الحركه دي. والله غالبا دي اول مره اعمل كده يعني كنت موطيه عليه النار زي ما انتوا كنتوا شايفين. حطينا الرز بقى كده خلاص، ننزل بقى بالصلصه بتاعتنا كده خلاص جهزت. كده بقى الفتة بتاعتنا كانت جهزت معانا وخلاص بقى، الحمد لله كنا وصلنا لحد هنا. لو لسه بقى بتشوفوا الفيديو دوسوا لايك، لسه ما تدوسوا على اللايك، واشتركوا في القناه لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصلكوا كل جديد.